القصه ديالي بدات ملي كنت واحد النهار كنطل نتشرجم مع هذيك اللوحده ديال الليل. وديك اللوحده ديال الليل جا واحد الكاميو وهو يوقف قدام العماره فين كنت انا ساكنه، وانا كنت ساكنه في الدوزيام ايطاج. كيبان لي مزيان التفاصيل وكنسمع الاصوات ديال عباد الله. المهم داك الكاميو ما كانش كبير بزاف، يعني واحد الكاميو متوسط الحجم، هاز شي سديدرات، واحد الناموسيه، ثلاجه، ماكينه الصابون والرحيل. ايوا صافي بقاو الناس كيهبطوا كيطلعوا كيهبطوا كيطلعوا، وبقيت انا حاضيه وكنبرقق حتى عرفت ان داك الرحيل طلع للدار اللي فوق مني نيشان. ايوا سالا داك الشيء، الناس طلعوا رحيلهم، داك الكاميون مشى سلم عليهم، عطاهم الفلوس. انا كاع التفاصيل عرفتهم وعرفت شنو واقع. ما بانت لي لا مرا لا دراري صغار، يعني هادو ماشي عائله، هادو غير واحد الدري زوفري راجل ديال راسو. المهم انا عارفه راسي بركاكه غيقولوا لي الناس شداكي وشنو حاضيه وسيري نعسي سيري حتى راسك. عارفه هادشي، وهادشي هو اللي خلاني نجي نعاود لكم القصه. واي عماره، انا كنهضر مع الناس اللي ساكنين في العمارات، جميع انواع العمارات، اي عماره اكيد غيكون طاح لكم في البال واحد المراه ولا واحد الراجل ساكن فيها كيكون برقاق وعارف جميع الاخبار. في كل عماره كاين واحد، الجزيره الوثائقيه. المهم بقيت حاضيه، تعرفت كاع التفاصيل وشنو واقع. حطيت راسي ملي طلعوا هما وسدوا بابهم، وبديت كنسمع شويه ديال التقرقيب، شويه تقطع الحس، تا الغد لي في الصباح عاد كنسمع الجران والتقرقيب وكيقادوا داكشي. تسنيت جارتي حتى خرجت ولادها باش يمشيو تديهم للمدرسه، وانا نتلاقى ليها في الدروج. قلت لها اجي قالت لي مالكي؟ قلت لها اجي شربي معايا قهوه، ياك صيفط ولادك طلعوا في الترونسبور؟ قالت لي ايه. قلت لها اجي شربي معايا قهوه، راه راجلي مشى خرج، انا غير بوحدي في الدار باجي نقول لك. ايوا دخلت هي، ما كانتش من العاكزين، وجلست معايا وصيبنا انا وياها قهوه وكلينا واحد شي حليوات. قالت لها عرفتي البارح راه جا شي حد سكن معنا جديد في العماره. قالت لي راه سمعت الكاميو انتصت الليل، ولكن ما ديت ما جبت، كنت طايحه بالنعاس صافي ونعس. قلت لها واجي نقول لك التفاصيل. راه جا واحد الدري مربوع القد، غتكون عنده ديك 35 ولا 36 عام، وجاب شي جوج سدادر وناموسيه، وباينه فيه ماشي عائله لانه غير جوج سدادر، حتى الثلاجه صغيره، حتى ماكينه الصابون ماشي شي ماكينه، والناموسيه بانت لي ديك ديال بلاصه ونص ماشي ديال جوج بلايص. المهم عطيتها كاع التفاصيل والتبرقيق كامل، وبقات هي غير كتصنت. صافي قلت لها المهم راه زوفري ساكن معنا. قلت لها شوفي هادشي ديال الزوافريه في العماره ما خدامش لينا، يبقاو يدخلوا لينا العيالات والبنات والصحابات وحنا اختي برجالتنا، لا هادشي ماشي هو هذاك. بحال هكا قلت لها. هي ما كانش كيعجبها التبرقيق، واخا جارتي وعزيزه عليا وصاحبتي، ولكن ديما كتبقى تقول لي بقي ديها في سوق راسك شبيتي الناس. قالت لي راجلك الا بغاك راه بغاك، واش انت راجلك دري صغير تجي حتى ملكه الجمال تطلع مع الدروج؟ انت مالك صاحبتي؟ راجلك اصلا راه كيخدم، انت عارفه اش كيدير، الا بغى يخونك راه غيخونك، واخا تشدي تحطيه في قرعه. مالكي ما تيقاش في راسك كذا كذا كذا. نكداتها عليا وشربنا ديك القهوه ومشات. انا اللي فيا ما هناني، خصني نعرف اش واقع. حتى دازت واحد يومين وانا نطلع بكل جرأة، طلعت دقيت على هذاك الدار، دق دق دق، وهو يحل لي الدري مع 6 العشيه، وانا راجلي ما كيجي حتى 8 الليل من الخدمه. حليه قال لي نعم لاله. قلت له السلام عليكم اخويا، انا جارتكم اللي ساكنه تحت منكم. هو يقول لي مسكين ياك ما صدعتك ولا جريت عليك شي حاجه؟ قلت له لا بالعكس، مرحبا بكم وسهلا، انا غير جيت سولت الا خاصكم شي حاجه، نتوما يلاه رحلتوا ولا بغيتوا، الا كنتوش مازال دخلتوا الضوء والماء، الا بغيتوا شي سطر ولا شي حاجه باش تسيقوا. المهم حنا جيران وعارف الجار على جارو، وانا نقول لها كي دايره مرتك لاباس عليها مرحبا بك كذا كذا. هو كيدوي معايا غير لتحت لتحت وباغي يسد عليا الباب وما حاملنيش. قال لي واخا لا شكرا واخا، وباغي غير يتفك مني، ما بغاش يتصنت ليا. انا كندوي معاه وحاضيه لداخل الدار شنو كاين فيه. صافي ما عطانيش راس الخيط، ما قال لي لا طابت لا تحرقت، ما عرفت منه والو. صافي قال لي اختي ما خصني والو، الا خاصتني شي حاجه راه غادي نقولها لك. هو سد الباب وهبط، دردبت مع الدروج بحال الكلبه، ودخلت لداري وسديتها عليا وراسي كيدور. ايوا دازت واحد السيمانه وبقات غاديه الامور عادي، وانا نمشي عند راجلي وقلت له شوف، واش انت في راسك بلي راه سكن واحد راجل جديد تسكن فوق منا؟ راه الدار اللي فوق منا راه عمرات. نطلع عليه الدم وحلت ليه ديك الدغمه اللي كان كياكل فاش كان كيتعشى. هو يقول لي واش مازال ما بغاتش تحيد منك هاد الحاله؟ اش بغيتي لالا الراجل سكن ولا ما سكن ولا المراه سكنت ولا؟ قال لي انا ساكن في هاد العماره سنين قبل ما ناخذك، قبل ما نتزوج بك وانا ساكن هنايا، عمرني ما عرفت سميت جاري ولا شكون اللي ساكن حدايا ولا شكون اللي ساكن الفوق ولا شنو سميت هذاك، ما كنعرف حتى واحد، حتى جيتي نتيا وعرفتي جميع الاسماء وهذا فاش خدام وهذا شحال عنده من ولد. كان ديما راجلي كيبقى يخاصم عليا ويقول لي لا ما خصكش تبقاي تبركي وهذا وهذا، ولكن انا كنت كنبغي نعرف شكون اللي ساكن معنا وكنبغي نحضي مسائلي. مهم دار فيا وحلها ليا، بغيت زعما نقول ليه واش كتعرف شكون ويسوال ويقول لي شكون، بغيت نتاكد واش هو سيليباتير ولا مجوج، حيت انا كانت عندي ديك الفكره ديال الا كان سيليباتير غادي يدخل البنات وحنايا وكاين راجلي، وما بغيتش انا ما بغيتش داكشي يكون في العماره، ما عندي ميدار وراسي خاوي وحاضي عباد الله. صافي دازت الايام ودازت الشهور، وهذاك السيد اللي ساكن فوق منا دائما انا حاضيه من الشرجم مع ديك 8 8 ونص، كيخرج كيهبط كيركب في طوموبيلته كيديماري وكيزيد.
فين كيمشي ومنين كيجي ما عرفت لا خدمته لا والو. عييت ما نسول جاراتي الكوافوره اللي لتحت، صاحبتي اللي هي جارتي اللي ساكنه حدايا كتقول لي ما عارفاش واش انا سوقي غنبدا نسول الراجل فاش خدام. راجلي غير كنذكر ليه هذاك الشيء كيدور فيا وكيتقلق وكيتعصب. ما لقيتش اللي يعطيني ابسط راس الخيط غير باش نعرفوا فاش خدام ولا شنو كيدير. يوم مشات الايام وجات الايام. واحد النهار كتبان لي ديك الدار اللي كاينه لتحت ديال العماره، واحد الدار كتكون غير صغيره في التحت ديال العماره، كيكون فيها غير بيت وكوزينه غارسونيير. بانت ليا تسكنات وانا نهضر مع العساس ديال الباب قلت ليه شكون اللي سكن هنايا؟ هو ما كيبغيش يجاوبني بالنص ديال الهضره، عارفني انا كي دايره. قال لي راه سكنت فيه واحد البنت بوحديتها خدامه وسكنت تما. زاد معايا الزايد ونقص معايا الناقص. كنقول ما يمكنش تسكن بنت هنا، انا كنتعجب لواحد سيليباتير ساكن الفوق وخايفه يبدا يدخل الدريات، جابوا لي دابا وحده سيليباتير بنت وانا راجلي كنخاف عليه ما نبغيش. صافي شعلات فيا العافيه، شعلت فيا العافيه قبل ما نشوفها. اما ملي غنشوفها هضره اخرى. بقيت كنتسنى يومين وانا كنتسنى غير تبان ليا هذيك المراه ولا هذيك البنت اللي سكنات لتحت. ايوا حتى شفتها واحد النهار انا داخله العماره، تصدمت بحال صفقتيني بجوج تصرفيقات في خطره واحده. طول العرض والارتفاع والشعورات وداك الشيء مقاد. ديك البنت اللي كتكون ماشي زين ولا شي حاجه خارقه للعاده، ولكن قمه الاهتمام، قمه الاناقه، الحلقات، السلسله، الصباغه ديال الظفار، المكياج، كل شيء مقاد. هي لباسها مستور ولكن انيق جدا، طالون والشعر مقاد مزيان. تصدمت ملي شفتها، قالت لي السلام، ما رديتش عليها كثرت الدهشه. صافي طلعت نيشان انا للدار، شعلات فيا العافيه. ما عرفت معها من نهضر ولا ندق على صاحبتي اللي هي جارتي. قالت لي مالك كيك لاباس؟ قلت لها دابا تجي عندي. قالت لي شوفي ديرها كنعجن. قلت لها شوفي خلي هذاك العجين انا اللي غندخل نعجن لك 20 خبزه، غنعطيك الخبز غير اجي دابا الله يرحم لك الوالدين. قالت لي راه راجلي غادي يجي ولادي كذا كذا. قلت لها شوفي حياه او موت. وهي تمسح مسكينه مشات غسلت يديها ومسحاتهم وجات تبعتني وسدات بابها. اش كاينه اش ما كاين؟ قلت لها واش ما شفتيش هذيك اللي سكنت لتحت؟ واش هاد الناس ديال العماره ما عندهمش العقل؟ واش هادو ما عارفينش بلي حنا ساكنين العائلات وعندنا رجالتنا خايفين عليهم؟ جايبين لينا هذيك ساكنه تما، هذيك اصلا باينه فيها السلقوطه، هذيك باينه كتمشي لي بواطو كذا. قلت لها شوفي واش انت غتسكتي على هاد المهزله؟ واش انت اختي راجلك ما عندك النفس عليه؟ طلع لها الدم. قالت لي حشومه عليك، ضربتي البنت في العرض والشرف ديالها. هذيك البنت راه خدامه في ستاجيره في واحد البنكه، كدير ستاج في البنكه، وجا معها باها حتى سكنها وامها وكلشي وحطوها تمايا. غتبقى دير واحد 3 شهور ل 4 شهور وربما تمشي في حالها ربما تبقى. قالت لي حشومه عليك، علاش مسكينه ضربتيها في الشرف والعراض وقلتي عليها كذا وكذا وكذا. قلت لها ياك صاحبتي انت عارفه هذا الشيء كامل وما قلتيهش ليا. قالت لي الله يعفو عليك ما تبرقيك. انا مشات وخلاتني. صافي بقيت انا ندب وبقيت عاسه نشرجم على راجلي فوقاش يجي، وكنتمنى كنقول كيفاش انا راجلي غادي يدخل ويدوز على ديك الباب ديالها ويقدر يشوفها وتعجبه ولا شي حاجه. مرضت صافي مريضه وليت مصديه بحال راجلي ما غاديش يشوف البنات الزوينات في الزنقه، بحال راجلي ما خدامش مع البنات الزوينات في الخدمه ديالو. شعلات فيا العافيه وما حملتش راسي، بقيت كنتسناها بحال مصديه ما درت لا شغل لا مشغله داك النهار حتى جا مع 8 وبقيت حاضيه كنقول يا ربي يدخل قبل ما يشوفها ولا شي حاجه. صافي طلع ونكدتها عليه، عقدتهم وطلع لي الدم ودرت ليه النكد المستنكد. مالك؟ قال لي مغوبشاش طاري لي كاش واقع؟ قلت لي شوف انا ملي تزوجت بك ما عرفتش راسي غنسكن في البورديل، عماره عامره بالزوافريه، انا كنتسنى تسكنني في عماره فيها العائلات. قال لي مالك واش عاوتاني داك الجاري الفوق حتى هو عاوتاني اش بغيتيه؟ قلت له لا ماشي الجاري الفوق، الجاره اللي لتحت، راه ماشي ديك البيت ديال الدار ديال الكونسيرج ديك الغارسونيير اللي لتحت ماشي راه كراوها لواحد البنت. قال لي وانت مالك سوقك واش انت هي مقدم؟ قلت له لا ماشي سوقي، ولكن كيفاش حنا عيالات مزوجات وجايبين لنا وحده سيليباتير مسكنينها معنا لتحت. وزيدون هذيك العماره هذيك الدار راه في الشراكه ديال الناس كاملين، خص الناس كاملين ديال العماره يكونوا موافقين عاد يكريوها. هادشي اللي عرفت. كالعاده صبرني وقال لي ماشي شغلك، لا تسكن فيها البنت ولا تسكن الزفريه ولا تسكن فيها وحده مجوجه، لاش دخلك دخلي سوق راسك وديها في دارك وتلهي في شي حاجه تفرج غير في التلفازه ما عندك ما يدار. وانا نقلبها عليه وبديت كنبكي والحزن والدمار والنكد. قلت لي شوف انا اصلا هادشي كله غير حيت خايفه عليك راجلي وغيراني عليك وما بغيتكش تشوف شي وحده ولا هذا هادشي علاش انا نايض فيها هاد العافيه كامله. وبقيت كنبكي وقلبتها عليه. صافي قال لي ماشي مشكل سكتي وانا راه كنبغيك، واش انا كون بغيت شي وحده اخرى نشوف فيها غناخذك اصلا. وبقيت كندور في راسي كنقول كيفاش ندير شي خطه ولا شي بلان انني نجري على هاد خيتي من الدار التحتانيه ما تبقاش راجلي ما يدوزش عليها. ما حملتهاش وغرت منها بالعربيه تعربت، ما حملتش نشوف شي وحده زوينه هكاك بحال هكاك تما. ايوا صافي دازت واحد يومين وانا نهبط عندها واحد النهار، هز معايا واحد الطرسيل فيه شي بغيرات يلاه طيبتهم ودقيت الباب وحلات ليا. كان الويكاند وكانت هي في الدار نعاسه عليها ما خرجه ما والو. حلات ليا وقلت لها شوفي اختي انا رجعتكم للفوق مرحبا بك عندنا وقبلي على ما وجد. قالت لي دخلي اختي وسمحي لي راه الدار مرونه. وفعلا دخلت لقيت البيت واحد البيت فيه ناموسيه واحد السديديري حاطاه والكوزينه مرونه وشي تخربيق كاي بنت سيليباتير ساكنه بوحدها. صافي بقيت جالسه وكندور عينيا وبقيت كنهضر معاها. شوفي قلت لها شوفي انت واش سكنتي بوحدك هنا؟ وعاودت معاها كاع دوك التفاصيل اللي بغيت نعرف ولقيت داك الشيء. قالت لي جارتي اللي هي صاحبتي صحيح، يعني هي كانت كتقرا وكانت كتخدم في البنكه ستاجيره وجابوها والديها سكنوها تما وغتبقى تخدم
على ما قالت لي هي غتبقى دير ستاج حتى تلقى الخدمه وتبقى ساكنه في هذيك الدار. صافي ملي قالت لي غتبقى ساكنه في هذيك الدار ما عجبنيش الحال، وانا جبت معها الموضوع باش نقول لها شوفي اسميتك في خبارك بلي الناس ديال العماره كاملين راه ما بغاوكش، راه حتى وحده ما بغاتك هنا وكيقلبوا كيفاش يديروا يخرجوك. انا عندك يديروا لك شي حاجه ولا يطيحوا عليك شي باطل ولا شي وحده تطيح عليك شي باطل تصرتي لها على راجلها ولا شي واحد يجي يتعدى عليك، راه ما بغاوكش، راه كلهم غيرانين على رجالهم منك وتا الرجال ما بغاوكش. ومعنا هنا الزوافريه ردي البال وحضي راسك. تخلعات مسكينه لان بينا فيها واحد بنت دارهم مولفاش بداك السم ديال العيالات وباقا ما داياش وجايبه في ليا وماشي ديال ماشي ديال داك الشيء الصراحه. تخلعات وقالت لي ويلي اختي وانا جايه غير نقرا واصلا بزاف باش خلاوني والديا نسكن هنايا بوحدي وكانوا قالوا لي الا ما لقيتيش ستاج في المدينه ديالنا ما تمشيش كاع وكذا وكذا وكذا. بقيت عس عليها ودايرها في راسي حتى واحد النهار جا عندها باها وامها وواحد خوها صغير جاو ودخلوا عندها للدار وانا نشد واحد الرساله وكتبت فيها رساله ورقه وستيلو وكتبت السلام عليكم، انا راه واحد السيده باغا غير الخير وراه بنتكم فلان فلانيه اللي كدير ستاج في البنكه الفلان فلانيه سميتها لان انا عارفه كاع المعلومات سميتها كذا كذا راها كتدخل الرجال. نتوما عارفاكم اباء صالحين وجبتوا بنتكم باش دوز ستاج وباش تقرا ولكن انا فاعله خير وبغيت نقول لكم بلي بنتكم راه داسره وكيحطوا على الطوموبيلات مع جوج الليل مع الوحده الليل وكتدخل الزوافريه عندها للبيت للدار. وشديت هذيك الرساله طويتها ودزت محدد الباب فاش كانوا مستاسيونين الطوموبيل وخطفت بالزربه دزت شفت هنا وشفت لهي وخشيتها في السويكلاص وبقيت حاضيه في راس الزنقه كنتسنى باش ما يجيش شي دري صغير يحيدها ولا شي راجل كبير ولا شي حد يحيدها. بغيت نتاكد ان باها شافها. بقيت واقفه شي 3 السوايع حتى خرج باها وامها والولد وحتى هي كانت معاهم. خرجوا وحلوا الطوموبيل ركبوا لقى باها هذيك الرساله وهو يهزها حلها وهو يدخل جلس في الكوسان ديال الطوموبيل وبدا كيقرا فيها وقال لها هاد الشيء على ما بان كنشوفو كيهضر معانا كنشوف غير من بعيد. صافي من بعد دوروا ديك الرويد ديال الطوموبيل ومشاو ما عرفت فين مشاو. طلعت انا لداري كنتسنى راجلي جا وحطيت ليه العشاء ومشى ينعس وكلشي وانا غير حاضيه كنتسناهم فوقاش يجيو بغيت نعرف شنو وقع لديك البنت. راجلي كيقول لي مالكي ما عجبتينيش عاوتاني غير حاضيه الشرجم اش واقع. قلت ليه والو غير نعس ما بيا حتى شي حاجه نعس هو بقيت انا حاضيه الشرجم ما جاو حتى شي وحده ديال الليل. هما نيت الام والاب ولدهم وديك البنت اللي ساكنه. صافي دخلوا كنسمع تكمكيم والصداع صداع الغد ليه الصباح كنسمع الروينه الكحله وهبط وكاينين تما شي رجال وكتبكي البنت مسكينه والكونسيرج واحد جارنا وهبط انا عندهم اش كاينه اش ما كان. قالت لي اجي اختي اجي نتيا ياك جيتي عندي واش عمرك شتيني مدخله شي حد ولا شي طوموبيله حطاتني ولا شي حاجه ما انت كتقول. قالت لي شوفي هانتي هو با قال لي دابا غادي نديك ما غديري لا ستاج لا والو دابا غنديك في حالك ولكن انايا اقسم بالله ما عمري درت شي حاجه. مسكينه شنو لقيتها دارت لقيت باها قال لها صافي ما بقى لا ستاج لا والو. قال لها باه دابا غادي نديك وغنمشي نجيب الهوندا نجمع الحوايج وتمشي في حالك ما كاين لا ستاج لا خدمه ما عندنا ما نديرو بالعيالات اصلا اللي يخدموا ولا اللي يسكنوا بوحدهم. وهي مسكينه مشات دقات على شي جيراننا في العماره قالت لهم اجيو قولوا للباب اللي انا راه ما عمرني هبطت في الليل ولا حطتني شي طوموبيل ولا والو. وفعلا هي ما عمرها حطتها شي طوموبيل ولا شي حاجه غير انا اللي طيحت عليها الباطل. باها تيق فاش بقاو الناس كيقولوا لي راه البنت لا عمرها دار ما عمرنا سمعنا شي صداع ولا والو تيق ولكن قال لها صافي بنتي هاد العماره اللي فيها هاد الصداع وهاد الروينه كامله وشي حد اللي يحل لي الرساله في الطوموبيل انا ما عندي ما ندير بها انا وليت خايفه لك. صافي بنتي غنديك لشي بلاصه اخرى ولا نشوف لك شي محسن. كتبكي مسكينه وكتشهق. وفعلا ديك العشيه مشاو جابوا الهوندا وهزوا داك الحوايج ديالها ومشاو. من تما ما عمرني سمعت عليها شي خبر ما عرفت واش كملت ستاج ولا داها باها جلسه في الدار ولا الله اعلم. سالات هذيك ليستوار دازت واحد الشهر وانا درت اعظم ذنب في حياتي في حق ديك البنت ولكن مازال ما تبتش. المهم ربي غينتقم مني بطريقه غير واحد الطريقه في شكل. داز واحد الشهر على داك الشيء داك الدري اللي فوق منا داك الزوفري اللي ساكن فوق منا واحد النهار كنحس بيه مطلع واحد البنت طق 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 والضحك والتكركير والبنت باقا صغيره شابه وزوينه وطلعت عنده ميكت. قلت ماشي مشكل ما نقدرش انا ما عندي ما ندير انا غير مرا واش غندق عليهم نعيط للبوليس ولا لا. كنهز التليفون كنكومبوزي النمره ديال البوليس ونرجع للور نكومبوزيها ونرجع للور نقولها لراجلي ندق على جارتي صافي طلعت ليها في الراس بالمشاكل وبالتبركيك. صافي ديك البنت شفتها كطلع معاه شي 3 المرات ويلي كنقول اش هادشي السيبه. صافي السيبه ولات عندنا في العماره البورديل لدرجه وليت كنشوفو كطلع عنده هذيك البنت وكتبقى وكيخرج هو كيتغدى يجيب المناضه الخضره الدجاج وكنحس بهم كيطيبوا الغدا وكيجلسوا الضحك وكيخرج هو وكيخليها ويخرج هو كيمشي بالطوموبيل وكتبقى هي وكنسمع الحس. كنقول لا ما يمكنش العماره فين حنا ساكنين وبرجالنا ووليداتنا ونينينا ويكون واقع فيها هذا الشيء لا عاش ولا كان. خليت داكشي حتى لواحد العشيه مورا 8 راجلي ما كانش. قال لي راجلي انا ما حاضرش اليوم بلا ما ديري لي العشاء ما كانش. قلت هذه الفرصه وهو كانت مع هذيك خيتي انا كنطلع بحال غادي للسطح ونتصنت شويه كنحس بالدنيا الدار فيها البنت.
وانا نمشي دقيت على جارتي هي الاولى، قلت لها شوفي اخر مره غنقول لك شي حاجه وما غتصدقش اليوم، هذا الشيء صادق. واش قلت لها انت ناعسه على جنب الراحه، واش ما عارفاش اش واقع ورا الفوق؟ عباد الله السيد مدخل البنت ومدخل صاحبته وانت جالسه. قالت لي لا لا ماشي سوقي وماشي شغلي، وانا هاني جالسه في داري، واش انا غندخل حتى في الناس في اخلاقهم؟ يدخل لا البنت ولا يدخل جوج ولا يدخل ثلاثه، انا مالي فيها عباد الله، راه كاين المخزن وكاين ربي اللي كيحاسب، انا مالي ياك ما دخلهاش لداري، دخلها اختي. دارت فيا وانا نمشي عند الكونسيرج نيشان، كان عندنا واحد الكونسيرج كيبقى حتى نص الليل. قلت لي شوف اخويا ها شنو كاين شنو كاين شنو كاين، راه هذاك الدري راه مدخل واحد البنت، واش نعيطوا للبوليس؟ قال لي لا حتى واحد ما يبغيش يشوفها، ما بغينا نشوفوا البنت ما بغينا نشوفوا الدري، نهضروا معاه بلاتي هي احسن. صافي نمشيو ندق عليه ونقول ليه شوف اخويا هذاك الشيء بلاش ما ديروش في العماره وصافي، بعدنا ما نعيطوا للبوليس نشوفوا البنت مسكينه، الله يعفو على كل واحد. هذا الشيء اللي قال لي كونسيرج. قلت له صافي انا نمشي معاكم. قال لي لا شوفي بلاش انت ما تدخلي في هذا الشيء، انت مرا عيطي لراجلك هو اللي يمشي معايا. قلت لي لا راجلي ما حاضرش انا بلاصه راجلي. مشى معايا الكونسيرج ونقول ليه شوف الله يرحم لك الوالدين يلا ندقوا على شي واحد اخر، ومشى معايا دقينا على واحد راجل حتى هو اكثر مني ما كيدخلش سوق راسو. مشيت انا والكونسيرج وهذاك الراجل دقينا على الناس اخرين ولكن ما بغاوش، قالوا لنا ماشي سوق ماشي سوقنا. الصراحه اقسم بالله دقيت على شي 7 ديور ولا 6 ديور ولا 7، واللي دقيت عليه كنقول له شوف راه كاين واحد السيد عندنا في العماره راه مدخل واحد البنت، يلا نمشيو نحصلوهم. كيدوروا فيه يقول لي ماشي سوق عليك ما تدخلهاش لداري، دخل لي دبر راسو، انا ماشي مصلح اجتماعي. صافي مشينا انا والكونسيرج وداك الراجل الكبير، وحنا نمشيو قلت لهم شوفوا اليوم غيحصلوا، وبقيت داق 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 بالجهد على الدار ديال الدري، بغيت نحصلو زعما هو هذيك قطي يمشي في الدعاره. كندق هادشي في 2022 وهو يحل الباب لابس الشورت والديباردور باقي كاين الصاد. اش كاين لاش ما كاين؟ قلت ليه شوف اخويا هضرنا معك داك النهار وطلعت عندك قلت لك الا بغيتي خاصك شي حاجه، ولكن هاد العماره ديال العائلات ورحنا برجالنا ولادنا، هادشي اللي كدير راه ماشي قانوني وما كيقبلوا راه ربي لا العبد. قال لي شوف لا انا ما كنهضرش مع العيالات، اش بغيتو؟ قال لهم هما دوك اللي كانوا معايا، قال لهم واش بغيتو؟ قال لي حنا راه عرفناك مدخل البنت وشحال هادي وانت كتدخلها وقالت علينا السيده ودابا بغينا نحصلوك، اشنو دابا شنو؟ قال لي هذاك الراجل شنو دابا واش نعيطوا للبوليس ولا شنو؟ خرج دابا تخرج السيده تمشي بحالها، حنا ما عندناش هنايا البورديل. هو يقول لهم واش شرفه هذيك راه اختي، راه اختي هذيك كتجي تقابلني حيت انا بوحدي، مره كتجي كطيب ليا وتخمم ليا وتعاوني حيت اختي. واش ما تيقتوش؟ تصدمت انا كنقول ناري الا كانت اختو الله يا ربي الله، وانا نقول ليه شوف الا كانت اختك جيب لنا لاكارت ناسيونال. قال لي لا ما غاديش نجيب لك لاكارت ناسيونال، سير عيط على البوليس. لا هو يدير زدراع وسد عليا الباب. صافي بقينا حنا واقفين تما، واحد شويه واحد قال لي واش غتبقاو جالسين لي حدا الباب، انا اللي غنعيط لكم على البوليس. هو يقول لي الكونسير شوف اسيدي والله ما بغينا نعيطوا لك لا بوليس تعيطنا بوليس، ورينا غير لي كارت ناسيونال ونمشيو فحالنا. قال لي ماشي مشكل، وهو يدخل الدري هز لا كارت ناسيونال ديالو وديال اختو وجابها معاه لابسه بيجامتها ديال الدار وخرجها وقال لها سمعي الناس اش كيقولوا، ها هي شفتوها راه كتشبه ليا ها الكنيه فلان انا وياها راه خوت. هو يقول لي الكونسير شوف اسيدي والله ما بغينا نعيطوا لك لا بوليس تعيطنا بوليس، ورينا غير لي كارت ناسيونال ونمشيو فحالنا. قال لي ماشي مشكل، وهو يدخل الدري هز لا كارت ناسيونال ديالو وديال اختو وجابها معاه لابسه بيجامتها ديال الدار وخرجها وقال لها سمعي الناس اش كيقولوا، ها هي شفتوها راه كتشبه ليا ها الكنيه فلان انا وياها راه خوت. عاد انا لاحظت بصح بلي البنت فوتوكوبي ديال الدري. هو يقول لي دابا شنو لا نعيط للبوليس؟ والله سيدي تنعيط للبوليس والبنت ما رضاتش، كتقول لي لا غنعيط للبوليس داقين عليا ماشي سوقكم واخا تكون كاع صاحبتو، واش انت سوقك؟ هذيك البنت كانت غتشتني غتاكلني، بقات علي واش انت ما عندك ما يدار، واش ما عندك شي راجل حاكمك ولا باك حاكمك ولا امك حاكماك، واش انت ساليتي كاع قبك. صافي بقى لي غير تقابلي شكون دخل وشكون ما دخلش، كتغوت تجمع الجيران كلشي طلع لداك ليطاج. جارتي اللي هي صاحبتي الجيران كاملين بالدراري الصغار بالرجاله بكلشي شوهني. قال لهم شوفوا هاد السيده هادي راه مشات عند الكونسيرج مشات جمعات الناس وجات قالت لهم راه انا ندخل شي وحده للدار، وها نتوما عباد الله الشرف انا عندي غير اختي ها لي كارت ناسيونال. وبقاو الناس ويلي نمشيو اش بغيتي انت الا بغيت تدخل شي وحده سوق هذاك حنا مالنا، ويلي دخل الصحه ويلي كذا كلشي كيعيب عليا الله يخليها السلعه وهبطت دخلت مع الدروج. دخلت الباب وسديت كنبكي ما رضيتش، كنبكي لواحد الدرجه صافي كنت غنتسطى. ما هي الا دقائق وانا سمع الباب بغى يتهرس عليا، حليت ولقيت راجلي انا حماره الكلبه انت غتسالي مشوهاني في العماره بغيتي تدقي على الناس في وسط الليل وماشي عند الكونسيرج وكتحرضي على الناس، شكون اللي اش بغيتي يدخل صاحبته ولا يدير هو دار الدعاره انت واش سوقك، شكون اللي قاسك انت في دارك. ديك الشوهه اللي تشوهتها في الدروج عاودها لي راجلي كيغوت والناس كيطلعوا كاملين من الشرجم ديال الحومه فين ساكنين بلا الناس اللي كنسمعهم كيسمعوني، سلخني بالعصا حتى ولا كيدقوا عليا الناس فكوني. هو يقول لي غدا غادي نديك لداركم، وفعلا غد ليه الصباح مع 8 صبح عليا هزيت حوايجي وقال لي زيدي داني حطني في الدار. من 2022 داك الصيف ديال 2022 وانا في الدار ديال امي كنقول ليه شوف عافاك جديني الله يرحم لك الوالدين، انا ما نقدرش ما راضياش بخواتاتي وامي نوض انا نمشي نرجع لعند راجلي بلا ما يجي يحذرني، اجي يحذرني واجي ديني. كيقول لي انا والله لا حذرتك
ما غنحزركش. تا دزنا هذيك المرحله وقال لي صافي غادي نجي نحزرك، ماشي مشكل، غنجي نديك واجي بحالك للدار. وليت كنقول ليه لا انا ما غاديش نمشي لهذيك الدار، ديني لشي دار اخرى. انا ما رضيتش، ما بقاش عندي الوجه يشوف الناس في هذيك العماره. كيقول لي بغيتي ترجعي عاجي، انا ما عنديش شي دار اخرى، هذه هي اللي عندي. ما بغيتيش جلسي تما. صافي كيجي بعض المرات كيمشي كيصيفط لي الفلوس، كيشري لي زعما ما خصني حتى شي حاجه. ولكن من 2022 الصيف ديال 2022 حتى لدابا الصيف ديال 2024 وانا مازال في دارنا وهو باقي حشد في كلمته. كنقول ليه لا ديري لشي دار اخرى، انا ما بقيتش راضيه، ما بقى عندي الوجه اللي ندير مع الناس في العماره. هو كيقول لي ما نقدرش نديك لشي بلاصه اخرى، انت اصلا غالطه في حقي بزاف. مازال حد الان حنا مزوجين ومطلقين. هذه هي القصه ديالتي، وكنتمنى تاخذوا منها العبره. انا بعدا خديت العبره وتربيت ودخلت سوق راسي، وعرفت مزيان الاخطاء اللي درت، وعرفت هذيك التبهديه اللي كنت حاطه فيها راسي، والذنوب ديال البنت اللي خرجت عليها، وشحال من واحد. وراه اسوأ حاجه ممكن يتصاب بها الشخص وممكن يديرها هي التجسس على عباد الله والحظيره. شكرا لكم على الاستماع.